في الخبر الوطني 86 نوعا من الأدوية المكلفة أصبح الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يتحملان الجزء الكبير من تكاليفهما بعد اتفاق يوليوز المنصرم، اتفاق استحسنه المستفيدون نظرا لانعكاسه الإيجابي على وضعهم المادي. إيمان سلاوي ومحمد مسكور. بعد 6 أشهر من دخول الاتفاقية الوطنية حيز تنفيذ بين الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع الصيادلة وتحت إشراف وزارة الصحة والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، أصبح بإمكان المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي من الإعفاء من الأداء المسبق والاستفادة من تحمل 86 دواء مكلفا عن طريق الصيدليات المنضمة للاتفاقية في إطار نظام الثالث المؤدي لأمراض مزمنة مثل القصور الكلوي والتهاب الكبد الفيروسي. هذه الاتفاقية هذه كتشمل الولوج ل 87 دواء اللي الثمن ديالو تيفوق 1000 درهم. هذه أدوية اللي هي موجهة للأمراض مزمنة وعينة أخرى من الأمراض مثل السرطان ومثل التهاب الكبدي السي ومثل أمراض أخرى لا سكليروز بلاك. الصندوق كيتعامل مع حوالي 925 صيدلية في اطار تحمل حوالي 86 دواء مكلف، يعني القيمه ديالهم او المبلغ ديالهم تيفوق 1000 درهم. وفي غضون 6 اشهر الصندوق ادى 60 مليون ديال الدرهم، يعني 60% ديالها كتخص القصور الكلوي وكذلك التصلب اللويحي او ما يسمى بالسكليروز بلاك. وللاستفادة المنخرطين في إطار التأمين الإجباري الأساسي من نظام الثالث المؤدي وجب على المؤمنين التوفر على ملف طبي يعرض على المراقبة الطبية وبعدها يتم الموافقة على تحمل الدواء عن طريق الصيدلية. كنجي هنا كندفعوا واحد الملف ومن بعد ذاك الملف كيتستنى يدوز في لا كوميسيون، ملي لا كوميسيون كتوافق عليه كنجيو هنا كيعطيونا هذاك بحال لا بريزون شارج نديوها لا فارماسي هي اللي كتعطينا الدواء وهما كيتفاهموا معاه في قضيه الخلاص. الحمد لله ملي كاينه لا ميتيال اللي كنستافدوا منها ياك تيعاون، غير هما كاين بعض الادويه اللي يمكن لهم شويه يكونوا واخا يكونوا في لا فارماسي اللي ما داخلينش في لا ميتيال ينقصوا لنا شويه الثمن ديالهم. هذه الاتفاقيه الهدف ديالها هو تمكين المؤمنين من الحصول على ادويه باهظه دون تسبيق المصاريف، بحيث تصرفوا ولا تيخلصوا غير الباقي تحمله اللي هو لا يتجاوز 7% من الدواء. الأدوية التي تدخل ضمن حيز هذه الاتفاقية يبلغ سعرها أزيد من 1000 درهم وتشمل 86 دواء. للمزيد من الإخبار الحصرية على مدار اليوم والأسبوع لا تنسى الاشتراك في قناتنا. شكرا والى اللقاء.